مقابل صفر مع نهاية الشوط الأول تقريبا الدقيقة الأولى في المباراة دون تغييرات بالنسبة للمدرب الهولندي رود كرول على مستوى الأسماء الأساسية اللي بدا بها المباراة: عاطف الدخيلي، سليمان كوليبالي، أسامة الحدادي، سيف قابل، العيفة، حسني ستيفان ناطر، وسام بن يحيى، ابراهيم الشنيحي، بسام السرارفي، صابر خليفه، وعماد المنياوي. هذه كره للنادي الافريقي الشنيحه، توزيع التدخل الافريقي يلزم يبدا البدايه اللي يلزم يبداها مع انطلاقه الفتره الثانيه. مهم جدا التهديف مبكرا، كره من بسام السرارفي بعد شويه نرجع نذكر بتشكيله امانيو مدرب فريق لاستي، كريستوف ايفيمي في المرمى، امون جيرار، ولو كوليبالي، سيرافا انكا، جون ايفن كيسان، كوفي ادو جيرار، مارسيال كوامي، سليمان وتارا، ستيفان بافور، زهور روميو، والسليفو لطيف. كرة للنادي الافريقي، التصويبه والمقاسيه كانت من صبر خليفه اللي كرة شاطة على القائم في الفترة الأولى. أبرز فرصة في المباراة لحد الآن. كرة ترجع لتندا من جديد، وجمهور النادي الافريقي يرتفع العدد نتاعو، يتجاوز 20,000 متفرج. وكرة من اليمين من أمان، والركنية على الركنيه الاولى لتندا في هذا الشوط الثاني. الافريقي مطالب بالتسجيل، مطالب بالتهديف لضمان اوفر الحظوظ قبل مباراه العوده يوم 26 فبراير في ابيجان، ومش في مدينه تندا اللي تبعد تقريبا 460 كيلومتر عن العاصمه الايفواريه. هذه المدينة التي تقرب أكثر إلى الحدود مع غانا. هذه كرة الفترة الثانية المقاسية من صابر خليفة، والركنية التدخل من دفاع النادي الافريقي. ارجع الكرة من جديد الى عماد المنياوي، والكرة تبقى للافريقي. خالد النوني يصفر المخالفة لمهاجم الافريقي المطالب اكثر بالتحرك خاصة في الاماكن الشاغرة، ويبحث عن الحلول البديلة مع بسام السرارفي وصابر خليفة وابراهيم الشنيحي اللي قاعد يقوم بدور تكتيكي كبير. نعرفوه ابراهيم الشنيحي مع مولودية العلمة لاعب رواق على اليسار في الافريقي، قاعد يتأقلم مع المركز الجديد اللي يشغل فيه مع المدرب الهولندي رود كرول. والكرة لتندا، الشنيحي على مستوى التحركات وطلب الكرة خاصة في المساحات الشاغرة وبين الخطوط، وقاعد يعاون في عماد المنياوي يصبح كمهاجم ثاني. كرة من حسين ستيفان ناطر، صابر خليفة يبدل الى بسام السرارفي وحده يلعب على اليمين. كان جاء عنده بحذاه ممكن مدافع ايمن عنده اكثر خصال هجوميه من سليمان كوليبالي، كانت تنجم تكون الشيره اليمين اكثر خطوره للنادي الافريقي. كوليبالي ماهوش معذور بالاساس. علاش؟ لانه كوليبالي في الاصل هو مدافع محور مع المنتخب المالي لاقل من 20 سنه، وشارك معاه في هذا المركز في المونديال الاخير في زيلندا الجديده، وصل معاه الى الدور نصف النهائي وكان احرز الميداليه البرونزيه. وهذه كره من اسامه الحدادي يلعب اليوم اكيد، والاختيارات بالنسبه للهولندي كرول، وقبله دانيال سانشيز، ومعاه نبيل الكوكي، انه سليمان كوليبالي يلعب في الخطه هذه لشغور نفس المركز ولتعويض حمزه العقربي. كوره من عماد المنياوي يفتكها دفاع تندا اللي متمركز مليح، انتشار باهي. الفريق هذا منضبط تكتيكيا على الملاحظه الابرز في الفتره الاولى وبدايه الشوط الثاني. وخليفه عنده الكوره، صابر خليفه الى وسام بن يحيى، عنده الشوط، وسام يسدد بن يحيى، الكوره عرضيه تخرج. النادي الافريقي يختر، لكن النجاعه غايبه في هذه المباراة إلى حد الآن، والمطلوب أكثر نجاعة وأكثر تجسيم وأكثر وجود في مناطق تندا، أكثر عدد ممكن. هذا بسام، إصرار في كرة أخرى، يمشي بسام، يهرب بسام، يصوب الأولاني، بسام السرارفي الموهبة الصاعدة. من أين لك هذا يا بسام؟ بسام السرارفي، هدف أول للنادي الإفريقي. يوجد عند الشبان ما لا يوجد عند أصحاب الخبرة في النادي الافريقي، مفتاح النجاح ومصدر الخطر وبوابة التهديف. بسام السرارفي يعلن هدف اول للنادي الافريقي في اول 5 دقائق في المباراة.
50 دقيقة لعب. بسام صنع الهدف هذا وحده. شوف كيفاش هرب، شوف كيفاش راوغ، شوف كيفاش سدد. بسام يا بسام، الكابتن بسام بتصويبة أرضية يباغت الحارس كريستوف عيفيمي، سريع ومراوغ وبارع وحركات ضخمة وفخمة يسرار فيه. 1-0 للنادي الافريقي. ستتغير المعطيات. ربي يحجب عليك العين وربي يبقى عليك الستر. بسام السرارفي، جمهور النادي الافريقي هم يحبونه، هم متيمون به، يتنفسون بالسياء، يلبسون الاحمر والابيض، يسعدون للفوز، يبكون في الهزيمه، ينامون ويستيقظون بالنادي الافريقي. الافريقي ساكنه فيهم ودعم كبير من جمهور الافريقي. نسكت شويه باش يتكلم جمهور السياء. ربي مولانا كبير، غير انت حط في بالك والدنيا راهي فانيه. كيما بكاتك تزهالك، كيما بكاتك تزهالك. النادي الافريقي العوده للهيبه الافريقيه في سنه 2016 من خلال هذه المحطه الاولى الايفواريه. والبدايه كانت ببسام السرارفي بهدف اول، والمطلوب المزيد للاطمئنان لتوقيع صك الضمان على بطاقه المرور والعبور للدور الثاني قبل موعد 26 فيفري. ترجع الكره لتندا من امون جيرار، كره اخرى في ظهر اسامه الحدادي والخاطئه ترجع للنادي الافريقي. بدايه ولا احلى ولا اروع لرود كرال في الفتره الثانيه. ايش يحب خير من هدف في الخمسة دقائق الاولى، لكن الثاني والثالث محلاهم كان يجيو، مبهاهم كان يتمركاو. كرة أخرى من عماد المنياوي، يلعب كرة في وسط الدفاع. طنطا هذا جمهور الافريقي صانع الالعاب، ممول الكرات. بسام السرارفي ينطلق بهجمة جديدة، يهرب بسام، يمشي بسام، يوزع السرارفي والتدخل من دفاع طنطا. ترجع الكرة إيفوارية من جون إيفن كيسام، يلزم يرد باله. سيف تقى، يرجع سيف، يعمل التغطية. عاطف الدخيلي وكرة للنادي الافريقي. الضغط هو العنوان الابرز هذه الفترة الثانية للوصول مرة ثانية وثالثة لمرمى كريستوف عيفيمي. قعد الفريق مع مدربه اماني ياو، لعب سابقا في افريكا سبار ولاسك بموسى. وكرة من عند ابراهيم الشنيحي، يتحرك ابراهيم، يمشي بسام السرارفي وابراهيم الشنيحي، تمشي معاه الكرة. ابراهيم ياخذها، ابراهيم يعمل فنية اولى والثانية، يرفع الكرة والمنياوي ما ياخذهاش. يتدخل دفاع طنطا، اول هفوة واول غلطة في محور الدفاع بمهارات بسام السرارفي. يفسخ واحد واثنين عادي عنده السرارفي. كرة وهجمة سريعة من صليفو لطيف، يا لطيف من هذه الكرة. سليمان كوليبالي يرتكب المخالفة. كوليبالي المركب عمره ما يركب، لاعب محور في خط الظهير. كان جاء حمزة العقربي الافريقي ممكن يطير طيران بجناح يمين وجناح يسار مع اسامه الحدادي. هذا لطيف يجبر سليمان كوليبالي على ارتكاب المخالفة. الدخيلي ينظم الجدار. عاطف المتألق في المقابلات الأخيرة مع النادي الافريقي منذ تعويضه للحارس الاساسي فاروق بن مصطفى. سلامات لفاروق الذي سيعود للتمارين في الايام القليله القادمه مع الفريق الاول بالمثل لحمزه العقربي اللي قريب يرجع لنسق المقابلات. وكره اسامه الحدادي يتدخل والكره تبقى لطنطا الايفواري، ياخذها بافور. كره مقطوعه من سيف تقى، ترجع في وسط الميدان. كرات اخرى خاطئه للنادي الافريقي في الوسط الجانب العيد، والا عبد القادر الوسلاتي ينجم يشكلوا حل من الحلول الاضافيه في هذه الفتره الثانيه. كره من مالك الى مارسيال، ترجع الكرة لطنطا في هجمة أخرى. سليمان رد بالك عندك بطاقة صفراء. وكرة لطنطا، محاولة المرور من ساليفو لطيف. البطاقات الصفراء باش تكون عندها حسابات كبيرة برشا، وأنا حكيت في الشوط الأول الإفريقي عنده صعوبات في القائمة خاصة على مستوى المدافعين. 4 مدافعين فقط بطاقة صفراء. ثانية
في الفترة الثانية. المرة هذه 17 كوفي عدو جيرار يتحصل على بطاقة صفراء لطندا بالمريول 17 واحد بلاش في 56 دقيقة لعب إلى حد الآن في المباراة. بونتو بسام السرارفي في الدقيقة 50 يبقى ملقى على أرضية الميدان. وسام بن يحيى آخر الأسماء اللي سجلت مع النادي الافريقي في رابطه الابطال 2011 اثنين الى وسام بن يحيى واثنين بلال العيفه. بسام السرارفي بكره كانت خاطئه من الحارس كريستوف ايفيمي صنع الهدف وسجل في مرمى كريستوف واعلن تقدم النادي الافريقي بهدف مقابل صفر. ولد البقلاوه الولاده الملعب التونسي عديد الاسماء التي انجبتهم لكره القدم التونسيه. السرارفي كان قريب في يوم من الايام في الاحتراف في بايرن ميونخ الالماني، لكن خير باش يحول الوجهه الى البطوله الفرنسيه مع فريق هاوي قبل العوده الى تونس من بوابه النادي الافريقي. السرارفي كره لحسين ناطر خاطئه من بسام، ترجع الكره في وسط الميدان لتندا من سليمان وترى كره لليمين امون جيرار يرجع كره الى زهو روميو في وسط الميدان. تمريرات عرضيه للفريق الايفواري كانت كره الطويله امون بعيد عليه تخرج ترجع للنادي الافريقي. الافريقي تراجع شويه في الخمسة دقائق الاخيره بعد تسجيل الهدف من بسام السرارفي. يلزم يلعب القدام، يلزم يضغط اكثر، المطالبه بالهجوم والتسجيل. وكره اخرى خالد النوني يقطع الهجمه على النادي الافريقي. حسين ستيفان ناطر كره اخرى من ناطر في وسط الميدان الى وسام بن يحيى الى سليمان كوليبالي ياخذها سليمان يعطيها لبسام السرارفي، لمسه للمنياوي ياخذها عماد يعطيها الى صابر خليفه، توصل لخليفه يمشي ولد خليفه هيا يا صابر يعطي لمسه مع شنيحي يدخل صابر يحاول صابر خليفه والمدافع اسبق يخرج الكره تبقى للدفاع الايفواري تخرج وتبقى للنادي الافريقي من جديد. بدينا نقربوا ساعه لعب في المباراة إلى حد الآن. كرة من جديد لحسين ستيفان ناطر، التوزيع التدخل من المدافع انكيسان. كرة أخرى إلى وسام بن يحيى في دويل يربحوا يزفروا خالد النوني. المخالفة للنادي الافريقي لاستي الجمعية الرياضية بتندا حاليا في البطولة بعد 6 جولات مرتبة خامسة ب9 نقاط بعيد 4 نقاط على المتصدرين الافريكا سبار وموسو. 3 انتصارات 3 هزائم، سجل 5 وقبل 9 والبطولة متوقفة من 27 ديسمبر 2015. قدها له بسام في المرمى بهذه التصويبة العرضية اليسارية اليمينية يباغت بسام يلعب يمين ويسار وكرة قلت يذكرني في اكتشاف فوز الرويسي في بداياته بمراوغاته بسرعته بفنياته. بسام السرارفي مطالب النادي الافريقي المحيطين والمسؤولين وكذلك العائله لبسام بمزيد من الإحاطة للمحافظة على هذه الجوهرة الكروية، لأنه مازال ينقصها برشا خدمة وبرشا عمل اللي يعمل فيه باهي. لكن الأهم أنه تعليمات كرال الهولندي لبسام تكون في مكانها ويستوعبها أكثر في سن 19 عام. كرة تبقى لتندا، التدخل من مارسيال كوامي يرجع الكرة إلى كوفي أدو جيرار أمان ترجع لتندا في وسط الميدان. كرة طويلة لعبية النادي الافريقي ما فماش الضغط على حامل الكرة، قاعد يخرج بسهولة فريق تندا بالكرة من مناطق الخلفية. يرفع عاطف تخيلي كرة لابراهيم الجنيح، صابر خليف الجنيح ياخذها يلعب 1-2 صابر ابراهيم يمشي ابراهيم يخلق التفوق العددي. بسام على اليمين يصوب يلوج على المباغتة وكرة تبقى لبسام، تغطية من بسام السرارفي والركنية للنادي الافريقي. اول ركنية في الشوط الثاني
بعد 60 دقيقة لعب من ولد العلمة إبراهيم الشنيحي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة. يسعد سيف دقا وبلال العيفة في مثل هذه الكرات. باغته بسام كريستوف عيفيمي في الدقيقة 50 الثاني. نجم يكون من كرة ثابتة من شنيحي في التنفيذ. رأسية العيفة السبق منه كريستوف عيفيمي باش يبدأ تو عاد مسلسل إذاعة الوقت من لاعبي تندا الإيفواري. طبيعي ومشروع بالنسبة لهم يعني باش يستهلكوا بعض الثواني وبعض الدقائق باعتبار نتيجة 1-0 تخدمهم أكثر في مباراة العودة يوم 26 فيفري يوم جمعة. والنادي الإفريقي سيسافر يوم الثلاثاء. تعود الكرة للحارس كريستوف عيفيمي مع تغيير أول لفريق تندا. هذه اللحظات يدخل حامل القميص الرقم 14 عيسى سانوغو يستنجد بها المدرب أماني ياو. كرة من عيسى سانوغو أو اللمس للكرة. سانوغو يرفع الكرة إلى الزاهو بالرمية مقطوعة من سليمان كوليبالي. بدأ يفيق دفاعيا كوليبالي في الشوط الثاني. كوليبالي يرفع كرة إلى وجه على صابر خليف. الدويل كبير بين صابر خليفة وأمان جيرار. يطلب اللاعب يعطي لافونتاج. الحكم منوني تبقى لتندا في وسط الميدان. ويسام بن يحيى كرة الطويلة حاب يعمل الضغط حذري وانتباه. فما تسلل فما رفع راية ضد المهاجم ساليفو لطيف في الكرة الأخيرة. أماني ياو يدخل متوسط ميدان دفاعي إضافي هذه الفترة الثانية بإقحام عيسى سانوغو. كرة أخرى من سيف دقا إلى صابر خليفة. صابر خليفة إلى حسين ستيفان ناتر. لمس العماد المنياوي. منياوي ذي عليه الكرة تبقى ليامون جيرار. برشا كرات خاطئة وتمريرات للمنافس في وسط ميدان النادي الافريقي وطلب اكثر بتركيز. كرال يخرج من البنك يتحدث مع محرز بن علي. سيف الدين الجزيري قد يكون البطاقة الأولى للتغيير باش يعطي أكثر عمق هجومي في محور دفاع فريق لايس تندا. هذا سيف الدين الجزيري المهاجم الدولي المحلي. كرة ترجع من إبراهيم الشنيحي. كرة في وسط الميدان ياخذها عيسى سانوغو تمشي إلى ساليفو لطيف. لطيف يحاول التوزيع. عاطف الدخيلي موجود. عاطف الدخيلي يخوى كرة بسرعة إلى صابر خليفة. ما شاهدناش برشا في الشوط الثاني مع عدا المقصية وسام بن يحيى. ذكية المراوغة الأولى والثانية من وسام إلى صابر خليفة. خليفة يبدل كليا إلى بسام الأسرارفي. يمشي بسام يغلط المدافع يتيح. بسام يضغط عليه ويربح التماس. التوش للنادي الافريقي من بسام الأسرارفي بعد هذه الكرة الأخيرة. بسام اللي استنى المدافع تاع حقام واخذ الكرة يربح التماس. والتغيير الأول للنادي الافريقي يخرج المنياوي ويدخل سيف الدين الجزيري مركز بمركز. كرال المنياوي اوت الجزيري ان في الدقيقة 65 مع تهاتنا الأمطار في أولمبي رادس. إن شاء الله في الخير للنادي الافريقي بقادم الأهداف بأقدام الجزيري خليفة شنيحي سرارفي أو بن يحيى ناتر أو المدافعين. والجزيري يدخل سيف الدين الجزيري يعمل ومضة أولى ترتفع منسوب الهجمات للنادي الافريقي في اللحظة هذه. كرة من سرارفي. خليفة مقطوعة من دفاع تندا. كرة تبقى في وسط الميدان. يرجع بسام للتغطية يعطي لافونتاج بين الحكم النوني خلى الهجمة للنادي الافريقي. والكرة في وسط الميدان. ستيفان ناتر يوقف النوني الكرة الأخيرة بعد إصابة بسام السرارفي والتدخل القوي من اللاعب البديل عيسى سانوغو. مازال كيدخل حامل القميص رقم 14 في تشكيلة تندا الإيفواري.
يستأنف اللعب بكرة من بلال العيفة إلى وسام بن يحيى. وسام لمسة باهية، سيف الدين الجزيري يمشي، سيف الدين الجزيري يسكر الزاوية عليه، صعبة خليفة شنيحي ما يخلطش. سيف الدين الجزيري كانت عنده الإمكانية ممكن باش يزيد يقدم أكثر، لأنه لما مشى شوية على الأطراف سكرت عليه الزاوية سيف الدين الجزيري، والكرة ولات تزلق أكثر باعتبار الأمتار، والأمتار تذكرني بنهائي 91 التاريخي والأسطوري ضد ناكي فوبو فيلال أوغندي. كرة من إبراهيم الشنيح يدور بالكرة، يرجع إبراهيم يستعمل فنيته، يوزع الشنيح، كرة خليفة بعيد عليه، التدخل من أمان جيرار، كرة الطويلة لتندا في الوسط، حسين ستيفان ناتر، وغازي العيادي يستعد للتغيير الثاني الهولندي رودولف جوزيف كرال. كرة أخرى، هذا غازي العيادي المايسترو الجديد والجندوبة، وكرة ستكون ملعوبة للنادي الافريقي من صابر خليفة الى بسام السرارفي. يمشي بسام، كل ما تجي الكرة عند بسام فما امكانية هدف ثاني للنادي الافريقي. كرة والركنية والتغيير الثاني بعد هذا العرض بالصورة لمحاولة بسام السرارفي. 26 و8 باش يخرج حسين ستيفان ناتر، يعطي إشارة القيادة إلى صبر خليفة وحيوية غازي العيادي أمام طموح، أمام خبرة حسين ستيفان ناتر. يخرج ناتر، يدخل غازي العيادي في انتظار التغيير الثاني كذلك لفريق تندا. مشاهد في 27 عبدول كوني باش ياخذ مكان سليمان وتارا. يغادر سليمان وتارا ويدخل عبدول كوني لتشكيلة أماني ياو تندا الإيفواري المتأسس سنة 1970، صعد للدرجة الأولى الإيفوارية في 2013 وتوج بالبطولة 2015. كرة من وسام بن يحيى، بلال العيفة ما زالت الكرة للنادي الافريقي، الباس سيف تقع على الرأسية سهلة للحارس كريستوف ايفيمي، يحاول يعكس الهجمة بسرعة ويستغل صعود مدافعي الافريقي. أسامة الحدادي موجود، أسامة في الكوفرتور على الكرة هذه وياخذها الافريقي في 68 دقيقة لعب، متقدم آنيا هدف مقابل 0. بونتو بسام السرارفي في الدقيقة 50. المزيد هو المطلوب على مستوى التهديف، أكثر تركيز لمهاجمي النادي الافريقي، واحد بلاش انتصار لكن ما يطمنش. تبقى الكرة لسيف تقع، وسام بن يحيى، كرة إلى سيف الدين الجزيري، تهرب على الشنيح، ياخذها وسام بن يحيى، يصلحها في الوسط، يرجع للمخالفة خالد النوني. خالد النوني قاعد يزفر في المباراة هذه بأداء محترم جدا إلى حد الآن. كرة ترجع للافريقي من وسام بن يحيى الى سليمان كوليبالي، اول مره يطلع سليمان كوليبالي يفوت خط منتصف الميدان. يلا يا سليمان رد بالك، ركز مليح، رجعها يا سليمان كوليبالي، يدور بالكره وترجع يربح المخالفه. المالي الشاب 19 سنة فقط، المدافع الايمن للنادي الافريقي في الاصل محور. كرة تعود للنادي الافريقي، 70 دقيقة لعب، جمهور الافريقي يطالب بالمزيد، يشجع ويدعم. وكرة من الشنيحي والمخالف، واضح التدخل كان من مارسيال كوامي، عنده صفرة، يكتفي فقط الحكم النوني بالعقوبة الفنية ولا يستنجد بالعقوبة الإدارية. كان استنجد بها تكون الصفرة الثانية والحمراء لكواسي. كرة تعود للافريقي، المخالفة لوسام بن يحيى، وسام يوزع المرة هذه بالراس، وصرار في الثاني لا يضيع، مازال الشنيحي يصوب ابراهيم الشنيحي ويتصدى كريستوف ايفيمي. يبقى بسام، ان شاء الله سلامات لبسام السرارفي بعد الكرة هذه، كرة الهدف الثاني للنادي الافريقي، يضيع الدوبلي بسام السرارفي. تبقى الكرة للنادي الافريقي مجددا، يتيح الحارس كريستوف ايفيمي هذه الكرة، وسام بن يحيى
كرة بالراس من بلال العيفة، السرارفي يضرب في البوتو كتفه، ان شاء الله لاباس. كرة كانت على مستوى التوزيع جيدة من وسام بن يحيى. العيفة في التمهيد للسرارفي، السرارفي ما خذاش الكرة، ضرب الحارس وضرب كتفه في القايم، تتوقف المباراة في توقيت 71 دقيقة لعب. عودة النادي الافريقي لاجواء ماما افريكا سنة 2016، كأس رابطة الابطال اللي تسيطر عليها فرق شمال افريقيا العربية. 4 تتويجات في ال5 سنوات الأخيرة. الترجي مرتين للأهلي ومرة لوفاق ستيف الجزائري. 51 لقب، 28 تتويج عربي، 14 مصري، 5 مغربي، 5 جزائري و4 تونسي. مرتين للترجي، مرة للإتوال ومرة للنادي الإفريقي. ويستأنف اللعب بعد إسعاف الحارس الإيفواري كريستوف أيفيمي. فكرة عن الجمهور الحاضر في أولمبيرادس بين الجالية الإيفوارية المدعمة لتندر إيفواري وجمهور النادي الإفريقي. ترجع لسليمان كوليبالي، يلعب كرة مع بسام السرارفي. كوليبالي من جديد، أكثر حيوية كوليبالي في الشوط الثاني، لكن دون مساندة كبيرة لبسام السرارفي. على اليمين بلال العيفة يخرجها بلال 9 مواسم على التوالي في دفاع النادي الافريقي. شكون ينجم يحطم هذا الركور؟ السيسي مع كل المدربين اللي دربوا السيام من 2007 2008 ما عدا الفتره القصيره اللي قضاها مع الهولندي ادري كوستير وبعض الانتقادات في تلك الفتره، وتعامل معها بلال كما غنات المرحومه عليا، خلي يقولوا واش يهم من اللي يشكر ولا يذم. وكره لتندا من مخالفه. دينا نقرب للربع ساعة الأخيرة من زمن هذه الفترة الثانية. تندا في الوسط يخسرها، يمشي غازي العيادي، أول ظهور لغازي وأول كرة من صابر خليفة يمررها إلى سيف الدين الجزيري. التغطية من الدفاع أمام كريستوف، كرة طويلة السيف تقع، فمع عودة من التسلل يلزم يزيد يضغط أكثر الإفريقي في اللحظات هذه، في الدقائق هذه ما عادش فما حتى خيار إلا الضغط إلا تسجيل الثانية. بوزيان ترجع الكرة من سيف تقع إلى أسامة الحدادي، تقع من جديد. تندا منضبط تكتيكيا، منتشر فوق أرضية الميدان بكيفية محترمة جدا. وكرة من سليمان كوليبالي إلى عاطف الدخيلي. تحسنت كثيرا الفرق الإفريقية على الصعيد القاري على المستوى الفني والتكتيكي. ما عادش فما فريق بطل في بلاده يجي ياكل 4 5 6 ويروح فرحان، يجيو يقلقوا وساعات حتى باش يتمكنوا من الفوز على فرقنا وانديتنا اللي مطالبه اكثر كذلك بالخدمه. بطل الكوت ديفوار ليس من السهل والهين ان يتوج على حساب لاساك ميموزا والافريكا سبار. وكره من سيف الدين الجزيري مقطوعه من اكا الجزيري. اكا فنيات المصارعة للمدافع الإيفواري أكا مع سيف الدين الجزيري بالليبون، هذه بلغة الجيدو للمدافع الإيفواري. ومخالفة للنادي الإفريقي ما فيهاش كلام لأكا. وسام بن يحيى يطلب من العيفة وتقى التقدم والمساندة والتوزيعة من وسام بن يحيى، وكرة من العيفة والثاني بلال يا بلال هذا هو العيفة. بلال العيفة والهدف الثاني. وسام وبلال من الأسماء اللي خاضت تجربة 2011 مع قيس اليعقوبي بامتياز كبير على مستوى التوزيع من وسام بن يحيى، والمتابعة والكرة العرضية الرأسية من بلال العيفة. يسجل الثاني. وسام بالتخصص على المقاس والعيفة بالراس. كرة صعيبة على كريستوف أيفيمي، ملا راس بلال. وكرة الثاني كرال يتنفس السعداء
ما زال جمهور النادي الافريقي يدعم، يشجع، يغني، يساند. صابر خليفه، يمشي خليفه، اماني محتار، كره للنادي الافريقي، يضغط العياد، تبقى لتاندا، عنده المساحات في وسط الميدان. بلال في توقيت 75 دقيقة لعب، 50 صرار في 75 لبلال، والكرة لسليمان كوليبالي إلى عاطف الدخيلي بخبرة السنوات الطويلة. من يقدر قلت على تحتيم رقم بلال عيفة 9 مواسم متتالية في الأكابر، نفس العطاء ونفس المردود رغم بعض الانتقادات. بلال من رجال دفاع النادي الافريقي برتبة هداف اليوم في الكرة الثابتة، وبلال متعود على التسجيل. في آخر مسابقة سجل 2 أهداف 2011 ضد الجيش الرواندي وضد الزمالك المصري، واليوم يعيد الكرة ضد تاندا الإيفواري. كرة تعود لتاندا من عمود شيرار، يرفع الكرة، يلزم يرد باله الحدادي، كرة وهجمة خطيرة، كوليبالي كوليبالي، أحسنت يا سليمان، أحسن ما فعلت. هذا التصدي وهذه العودة، وبسام السرارفي يمشي بسام. جمهور الافريقي يفيق، جمهور الافريقي يشجع. الشنيحي ياخذ الكرة، الشنيحي يزلق ابراهيم، كرة ترجع لتاندا الجزيري، يضغط، ترجع الكرة من كوفي ادو، والتغيير الثالث لرود كرال ياتي الجانب العيد، يجهز نفسه للدخول لأول ظهور مع المدرب الهولندي رود كرال. كرة أخرى للنادي الافريقي، المايسترو الاكسجين تاع وسط الميدان، ممول الكرات، ياتي الجانب العيد، وكرة من شنيحي الى بسام السرارفي، الثالث باهي في التوقيت هذا يا خليفة، يصوب صابر خليفة، والكرة بعيدة، والتغيير للنادي الافريقي، يخرج صابر خليفة ويدخل، ياتي الجانب العيد. اخر كرة لصابر في هذه المباراة قبل التعويض، وللمرة الثانية تتحول شارة القيادة من ناطر لخليفة إلى بن يحيى صناع القرار بهذا الانتصار الآني للنادي الافريقي. خليفة للمحافظة أكثر ممكن على الإصابة متاعو. المدرب الهولندي رود كرال يأتي الجانب العيد، اش يعمل كرال؟ ابراهيم الشنيحي يرجع للموقع الاصلي نتاعو مع ولديه العلمه كلاعب رواق ايسر، والجانب العيد هو اللي يتكفل بصنع الهجمه ويلعب تحت المهاجم سيف الدين الجزيري. 9:30 جانب العيد، بلال العيفه قلب الاسد والهداف في مباراة اليوم، هدف الاطمئنان الثالث يكون خير واحلى. يا الجزيري سيف الجزيري، كرة عند الفريق تمشي بسام السرارف، اصرار في جزيري، لمسه ذكيه من سيف الدين الجزيري، ياخذها بسام، امكانيات وفنيات واستعراض والشو من الصرار في بسام، تمشي وسام بن يحيى يلعب عرضيه قصيره مع التجاني بالعيد، لمسات كرويه، التجاني الثالث يصوب كره بالدفاع، كره في دفاع تاندا، ضيع الثالث على النادي الافريقي. كره اخرى غازي العيادي الافريقي افضل وخير واحسن من 21 الجانب العيد في الفترة الثانية، اخر 12 دقيقة من زمن هذه المباراة مع اشتعال الاضواء الكاشفة هنا في اولمبي رادس بتهاتن الامطار، وترجع الكرة لتاندا في وسط الميدان، يرفع الكرة، رد بالك يا حدادي، والتدخل من عاطف الدخيلي، يطلب النوني اللعب على المساعد الثاني كذلك هشام آيت عبو. كرة من أمو جيرار، تاندا يحاول في اللحظات هذه يتدخل، يأتي الجانب العيد، كرة لغازي العيادي، العيادي يهرب، يعطي كرة لابراهيم الجنيحي، يتيح ابراهيم يطلب يعطي لافونتاج خالد النوني، كرة لبافور، بافور يحاول التوزيع، وبلال يتدخل من جديد، كرة تبقى لغازي العيادي، يخرجها غازي ويبعدها ويربح المخالفة. النادي الافريقي في مشاركته التاسعة هذا العام في رابطة الابطال الافريقية، يلعب اليوم المباراة عدد 47 في هذه المسابقة، في 46 اللي تعداو 21 فوز، 11 تعادل و14 هزيمة،
سجل قبل مباراة اليوم 79 وقبل 49، والسرارفي أمضى على الهدف عدد 80. وكرة لإبراهيم الشنيحي يلقى المساندة من الحدادي، وزع الحدادي والكرة في الركنية. العمل والشغل اللي يشغله أسامة الحدادي على الرياق اليسار كان جاي يعمل فيه كوليبالي على اليمين الافريقي، راهو كان افضل هذه الكره والمحاوله الاخيره والمطالبه. صابر خليفه، حسين ستيفان ناتر بعد ما غادروا على البنك، والكره من الركنيه ستعود للنادي الافريقي. الكرات الثابته التي جاءت بالهدف الثاني للافريقي من بلال العيفه. كره ما زالت عند بسام السرارفي، بسام يمهد للشنيحي، الكره ترجع من الدفاع. كوليبالي خذها سليمان، يعطيها سيف دقا، لمسه في علي سيف، يلزم يرجع سيف للتغطيه، ولا فما شكون يغطي من خازن العيادي. اسامه الحدادي، كوليبالي ياخذها يعطيها لاسامه الحدادي من جديد في هجمه للنادي الافريقي. خازن العيادي بيفو اكسيال مكان حسين ستيفان ناتر، رجع الكره كوليبالي ياخذها بسام السرارف، يطلب اتجاه بالعيد في مساحه شاغره، والباس كانت قويه من بسام. كره تعود للحارس كريستوف اي فيمي قبل زوز اهداف اليوم. هذه المباراه النادي الافريقي ياخذ المباراه عدد 121 على المستوى القاري في مختلف المسابقات بين رابطه الابطال وكاس الكؤوس وكاس الكونفدراليه الافريقيه. 56 فوز، 30 تعادل و35 هزيمه، والكره والافريقي لا يعترف بالهزيمه في تونس العاصمه في رابطه الابطال. كره اخرى تعود لتندا في وسط الميدان لبافور، كره الى عيسى سانوغو ويربح مخالف. خطيره المخالفه هذه على دفاع النادي الافريقي. خالد النوني يلزمش بلال وسيف دقا وسام بن يحيى على مستوى العمليه الاخيره المخالفه يرتكبوا مثل هذه الاخطاء في مثل هذه المنطقه والوضعيات. لتندا عاطف الدخيلي، 7 دقائق في زمن هذه المباراة ما زالت متبقية. ذكروا مشاهدينا الكرام مباشرة بعد لقاء النادي الافريقي وتندا تسجيل فوري لمباراة النادي الرياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالقصرين عن الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ملعب 15 أكتوبر، مع الزميل رمزي القلعي في التعليق. وكالعادة الوطنية الأولى في تغطية المقابلات الرياضية. هذا بث حصري على الفضائية لمباراة الافريقي وتندا في توقيت 84 دقيقة لعب، 2 بلاش. والتغيير الثالث للمدرب اماني ياو، حامل القميص رقم 6 دونالد كوديا هو اللي يدخل. يخرج امام جيرار، كرة ترجع من مخالفة. سيستأنف اللعب. جدار كل ملاعبية النادي الافريقي في منطقة الدفاع، وعاطف دخيلي، وكرة بعد السنتيمترات مش بعيدة، خطيرة على مستوى تنفيذ الكرات الثابتة. فريق تندا إذا عيسى سانوغو البديل يتيح عاطف الدخيلي. إن شاء الله السلامات لعاطف الدخيلي بعد هذا السقوط يثر تنفيذ هذه الكرة الثابتة من عيسى سانوغو. أذكركم اللي بقية المواعيد هذه المسابقة الدور السادس عشر بدخول النجم الرياضي الساحلي الممثل الثاني الوصيف الموسم الماضي في البطولة في هذه الكأس. 11-13 مارس الذهاب، 18-20 مباراة الرتور. الدور ثمن النهائي بين 8 و10 افريل، و19-21 4 قرعة المجموعات. ان شاء الله يكون فيها الافريقي بهدف ثاني لبلال العيفة ضد تندا الايفواري، وكذلك النجم الساحلي. اول جولة 26 جوان، الجولة السادسة والأخيرة 13 سبتمبر، نصف النهائي الذهاب 27 سبتمبر والرتور 4 أكتوبر. تاريخ ميلاد النادي الافريقي 1920 سنة التأسيس، والنهائي
21 اكتوبر الذهاب و8 نوفمبر الاياب لما لا نهائي تونسي 100% بين الافريقي والنجم الرياضي الساحلي. وكره من سيف الدين الجزيري مقطوعه، يبقى اللاعب للافريقي يربح مخالفه. وسام بن يحيى يلعب كره مع تيجاني بالعيد، تيجاني بالعيد يغطي على الكره نتاعو، تيجان يقوم بالتغطيه الدفاعيه، وهذا سبب الخلاف اللي كان بينه وبين رود كرال منذ التحاقه بتدريب النادي الافريقي. العشره الموجودين فوق الميدان كلاعبين مطالبين بالدفاع والهجوم، وخاصة بالدور الدفاعي اللي كان ينقص أكثر النادي الإفريقي مع دانيال سانشيز وكذلك نبيل الكوكي، وهو ما تترجمه قبول دفاع الإفريقي عديد الأهداف. كرة من أسامة الحداد يخسرها في الوسط، ترجع لتندا من المدافع ان كيسان الى وسام بن يحيى، بها قطع الكره سيف الدين الجزيري، يلزم يبذل اكثر مجهود سيف الدين في الكره هذه مع ابراهيم الشنيحي، ترجع لتندا من بافور، يلعب كره طويله سيف تقع تختيا مع ساليفو لطيف، نسق المباراه والريتم ينخفض في الخمسه دقائق الاخيره. كره لبلال العيفه، يبعد الاختر بلال الى بسام السرارفي، كره باهيه، بسام عنده المساحه وعنده الامكانات باش يتجاوز، عدو الجيرار عرضيه للتيجاني بالعيد، يمشي تيجاني يعطي لاسامه الحدادي، هربت على اسامه يصلحها ياخذها حدادي، كره قصيره مع الشنيحي، 4-2 من طندا على ملاعبيه الافريقي، يخرج بها الشنيحي، التيجاني بالعيد يفتح الزاويه، يصوب التيجاني بالعيد، يصوب التيجاني، يسدد بالعيد، كرة مش بعيد على مرمى الحارس كريستوف ايفيمي من التيجاني بالعيد. كرة الثالث ثلاثة بلاش تضيع على التيجاني بالعيد وعلى النادي الافريقي. كريستوف ايفيمي يرفع الكرة طويلة ترجع للنادي الافريقي، كانت خاطئة. سليمان كوليبالي مع سيف الدين الجزيري، كرة أخرى تمشي لتندا على الدقائق واللحظات الأخيرة دون اعتبار الوقت البديل. الإفريقي يتقدم بهدفين مقابل 0، إصرار في 50 وبلال العيفة في الدقيقة 70. تمشي الكرة إلى غازي العيادي 4 ضد 5، كرة سيف الدين الجزيري، مهد الجزيري يهرب الجزيري، باهي جزيري في الشبكة الجانبية. الجزيري كان عنده حل وخيار التمهيد والتمرير للسرارفي ولا شنيحي، فما في بعض الحين وفي بعض الأحيان إن النية من المهاجم، عمل كل شيء إلا باش يعطي كرة للشنيحي وإلا للسرارفي والعيادي. كرة سيف الدين الجزيري في مهب الريح على المدافع الايفواري بن علي، مش راضي على اللي عملوا الجزيري في اللقطة هذه، حب يسجل لكن ضيع الافريقي الثالث اللي يعطي الامان والاطمئنان على بطاقة المرور للدورة الثاني. عيادي سيف الدين الجزيري مشي على روحه المدافع الايفواري، سيف كان ينجم يعطي للعيادي في حل اول، الاوبسيون الثانيه كان عنده شنيحي، والثالثه اسرار في على اليسار على اليمين، لكن خير باش يصوب ويسدد. كره خارج المرمى، 89 دقيقه لعب. سيف الدين الجزيري البديل مكان عماد المنياوي، كره طويله بلال العيف ياخذها بلال، ترجع في وسط الميدان مرة أخرى العيفة في التغطية من جديد على الكرات الطويلة والعالية، سيف تقى مع ساليفو لطيف الركنية، سيف تقى بلال العيفة توأم محور دفاع النادي الافريقي. انسجام ولا كبير بين هذا الثنائي على مستوى التغطية. كرة وركنية لطندا في الدقيقة 90 وتنفيذ الركنية من روميو، يرفع كرة بسام السرارفي مع 27 عبدول كوني، والمخالفة لتندا. التدخل الأخير من بسام السرارفي
على المهاجم الايفواري عبدول كوني للاستي. ترجع الكرة لتندى في الدقائق الأخيرة، كرة الطويلة ترجع سيمتر للنادي الأفريقي. محاولة استغلال الوقت البديل بسرعة، يلزم عاطف الدخيلي. علاش لا بونتو ثالث يطمن جمهور النادي الأفريقي نهائيا. ولو أنه في كرة القدم كل شيء يبقى وارد، يلزم الأفريقي يعرف كيفاش يحضر مباراة العودة. تندى فريق محترم جدا لا يستهان به. ترجع الكرة للنادي الافريقي بوجود الشماريخ احباء الاحمر والابيض في مدرجات اولمبي رادس. ترجع الكرة الشنيحي الى اسامه الحدادي. الحدادي سيف الدين الجزيري بعيد عليه الى كريستوف ايفيمي. يا اخوة هذه الكرة قائد تندى يلعب مع كوليبالي. وولو يطول الكرة قبل سليف لطيف. كرة من سيف دقاع ترجع للشنيحي. وسام بن يحيى في ظهر المدافع الايمن به الكرة. اسامه الحدادي 3-3 يمشي الشنيحي القائم الثاني سرارفي الثالث لا سرارفي معهد الجزيري بعيد الكرة. ما زالت الهجمة كرة للتيجاني بالعيد. التيجاني يدور التيجاني بالعيد يعطي بسام السرارفي ماش تسلل يمشي بسام السرارفي مع زهور روميو يوزع باليسار. السرارفي شنيحي ترويض يصوب كرة والدفاع يتدخل. بن يحيى ملقى على عرضية الميدان. تندى يوصل الهجمة. كرة من عبدول كوني بين العيادي وبالعيد. كرة يعطيها إلى عيسى الصنوغو. يا عبدول كوني 1-2 كرة طويلة. عبدول مع سليمان كوليبالي يتدخل كوليبالي. رد بالك كوليبالي رد بالك. كرة خطيرة على دفاع النادي الافريقي. ما زالت الهجمة الايفوارية ما زالت عند ستيفان بافور ياخذ الكرة مع الحداد يرجع ليه غازي العيادي. التوزيع عاطف دخيلي سهل العاطف ياخذ هذه الكرة. وبن يحيى مازال طايح فوق الميدان. اصرار فيما ياخذهاش تهرب عليه الكرة والنوني يوقف المباراة. اسعاف وسام بن يحيى بعد الكرة الأخيرة. 2 دقائق على أقصى تقدير لنهاية المباراة في الوقت البديل. النوني أضاف 5 دقائق هذه الكرة والعملية الأخيرة والاصطدام بين وسام بن يحيى وعبدول كوني. مجهود بدني كبير لوسام بن يحيى في هذه المباراة بين الوسط والهجوم. همزة الوصل. بدأ المباراة مع حسين ستيفان ناطر كملها مع غازي العيادي. الكرة الأبرز والأهم بعد الثاني متاع العيفة سيف الدين الجزيري. أناني كان في هذه الكرة يضيع الثالث. يخرج وسام بن يحيى الافريقي يحيى من جديد بالهدف الثاني. ترجع الكرة بعملية إسقاط في وسط الميدان بين عيسى الصنوغو وسيف الدين الجزيري. ترجع تندى كرة كوني يقطعها بسام السرارفي. يرفع الكرة وسام بن يحيى يرجع بعد الإسعاف وعودة لوسام بن يحيى وموجود في وضعية تسلل بعد مدخل يزفر النوني. ترجع الكرة غازي العياد. وسام بن يحيى من آخر كرات هذه المباراة إلى سيف الدين الجزيري قدامه المدافع سيرافا أكا. كرة إلى وسام بن يحيى عكسية في وسط الميدان إلى عيسى الصنوغو. متفطن أسامة الحدادي ياخذها أسامة. يطلع الحدادي يلعب مع الشنيحي ما فماش تسلل يمشي أسامة يهرب الحدادي لمسة للشنيحي ما تمرش. ترجع الكرة حدادي وزع متفطن الدفاع الايفواري ياخذ هذه الكرة. الهجمة المعاكسة وطلب العودة الحدادي. العيفة في التغطية مع سيف دقاع ياخذ هذه الكرة. بلال العيفة 30 ثانية أخيرة في المباراة. طويلة من بلال. ابراهيم الشنيحي اصرار في يطلب على اليمين يخير باش يعطي للجزيري ما فماش تسلل يمشي سيف صلح غلطه سيف. يلا الجزيري سيف الدين الجزيري حاول يرفع الكرة يعطي باس قصيرة الى ابراهيم الشنيحي يرجع يتمركز بها الدفاع تندى الايفواري. تيجاني بالعيد شنيحي بالعيد تيجاني الى وسام بن يحيى باش يشوط وسام لا يمهد للسرارفي. فما الجزيري وحده. السرارفي حاول يباغت الحارس كريستوف ايفيمي بالكره هذيا حب يبلاسي الكره نتاعو
على بسام السرارفي، وفي اللحظة هذه يزفرها خالد النوني، ينهيها 2-0 للنادي الافريقي بامضاء بسام السرارفي في الدقيقة 50 بمجهود فردي وبتصويبة باليمين في مرمى كريستوف ايفيمي. بسام السرارفي حل الشبكة، والزيارة أولى لبسام على المستوى القاري مع النادي الافريقي، ثم يأتي الهدف الثاني بعد كرة كانت ثابتة، وبعد هذا العرض البطيء من مختلف الزوايا لهدف أول للشاب بسام السرارفي. بن يحيى في التوزيع والعيفة في الاستقبال على العرضية والرأسية بعنوان بلال في مرمى كريستوف. 2-0 للنادي الافريقي في مباراة الذهاب، في انتظار العودة يوم 26 فبراير.